السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل الاكله الجميله اللذيذه دي، اقتصاديه برضو. بطاطس سلقتها وسبتها هنا تبرد وبعد كده هقشرها معاكم. جبت هنا طاسه وحطيت قطعه زبده صغيره مكعب واحد. كان عندي من الخضار كوسه، لو عندكم جزر، لو عندكم بطاطس، لو عندكم اي بسله، اي خضار ممكن تستخدموه برضو في الوصفه دي. لان انا كان عندي هنا كوسايه قطعتها شرايح صغيره وهشوحها كده في معلقه الزبده دي، ورشيت عليها فلفل اسود وملح علشان الكوسه بس ايه تتطعم كده ويبقى طعمها حلو وتشرب من الزبده. حابه تحطيها في معلقه سمنه زي بعض برضو براحتك. انا ايه ما حبيتش اسلقها بس عشان يبقى طعمها مش ظريف، فحبيت اشوحها في معلقه الزبده دي عشان تدي طعم حلو كده ايه للصينيه اللي هنعملها دي. تمام. برضو لو عندك فلفل برضو تعملي الوصفه تبقى جميله برضو. اي نوع خضار يجي. تمام. نشيل الكوسه من الزبده بعد ما شوحتها ودخلت في السوا. طبعا انا مقطعها شرايح خالص عشان ايه تستوي بسرعه، وعشان لما ادخلها الفرن مع البطاطس بعد كده تبقى جميله. قشرت البطاطس وهرسها وهرش عليها ملح وكمون وفلفل اسود، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. تهرسيها بقى بظهر المعلقه، تهرسيها بظهر الكوبايه، تهرسيها بالهراسه بايدك، باي شكل من الاشكال. بعد ما طلعت الكوسه نزلت برضو الطماطم تتشوح كده برضو تشويحه بسيطه في ايه في معلقه الزبده برضو تاخد طعم حلو كده منها، وارش عليها برضو ملح وفلفل اسود زي ما عملت في الكوسه بالظبط. يعني تتشوح على الوش ده شويه، وعلى الوش على الجنب ده شويه، وعلى الجنب ده شويه، وبعد كده نطلعها عشان هنستخدمها برضو معانا. يعني ظريفه، بيبقى طعمها ظريف كده وشارب من الزبده، احسن ما تحطيها خضرة كده على طول على البطاطس المهروسه. مش هتبقى طعمها احلى، لكن لما تجربي الطريقه دي ان شاء الله وتحطيها على الوش كده يبقى طعمها احلى. وان شاء الله يعجبكم صينيه البطاطس الاقتصاديه دي. الاكله دي حلوه تنفع فطار وغدا وعشاء كمان، سهله جدا ان شاء الله، ومكوناتها موجوده في كل بيت، ومن غير لحمه بقى ومن غير فراخ ومن غير سمك ولا اي حاجه. اكله كده اقتصاديه بسيطه جدا وجميله ولذيذه في نفس الوقت، والولاد كلهم هيحبوها علشان المكون اللي هنحطه فيها ان شاء الله في الاخر. خلاص كده قلبت الطماطم على الجنبين واتشوحت كويس كده على الجنبين وخدت طعم الزبده. هطلعها بقى ايه واحطها في طبق كده على جنب، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بصوا جبت قالب زبده صغنن خالص اهو. ه- هحطه في البطاطس وهي سخنه كده، وهشربها بيه خالص بحيث ان ايه تطعم بطعم الزبده وتبقى حلوه. مش هينفع بقى اعملها الحركه دي بالمعلقه، احسن بايدي كده عشان الزبده ايه تسيح. لو كانت البطاطس بردت معاكي ممكن ايه تسيحي ايه قالب الزبده وتصبيه عليها، لكن كده ايه عشان تتقلب في البطاطس وهي سخنه وتسيح. تمام. حطيت فلفل اسود لما الفلفل وملح. انا كنت حاطه ملح على فكره وانا بسلق البطاطس، بس ممكن تدوقيها برضو لو لقيتيها محتاجه ترشي ايه شويه كمان. جبت صباع يعني قطعه زبده صغيره ودهنت الصينيه بتاعتي، وابتدي بقى احط البطاطس اللي انا ايه هرستها، وحطيت لها الفلفل الاسود والكمون والملح وظبطت الطعم بتاعها. حابه اي بهارات تانية ضيفيها، بس انا ايه بصراحه يعني البطاطس المهروسه ليها الكمون بس والفلفل الاسود كده والملح، عشان طعم الزبده يبقى طاغي وباين كده وتبقى لذيذ فيها بصراحه. تمام. هبتدي بقى افرد كده الطبقه بتاعه البطاطس معايا كده خالص هنا في الصينيه، واسويها كده من كل ناحيه علشان ايه تبقى كلها متساويه وحلوه. بعد ما حطيت كل البطاطس بقى ابتدي ارص بقى الطماطم اللي شوحتها في الزبده زي كده على الوش باي شكل بقى براحتك، يعني براحتك خالص، تحطيها عشوائي، تحطيها اي رصه باي شكل براحتك. بس المهم ان انت تحطي. طب لو ما كانش عندك مثلا طماطم وكان عندك فلفل وجزر برضو تمام، يعني الاكله مش هتقول لا. تعملي نفس الطريقه ان شاء الله وتعجبك وجربيها باذن الله. برص برضو كمان الكوسه معايا. الكوسه طبعا مغذيه على فكره، وانا ولادي ما بيحبوهاش ياكلوها ابدا. يعني اعمل كوسه مهما اعمل ما بياكلوهاش باي شكل، بس ان شاء الله هنا هحاول اتحايل عليهم كده واحطها واخبيها بالجبنه، فان شاء الله يرضوا ياكلوها باذن الله. تمام بقى كده. هنرص بقى كده بقيه هنحط بقى بقيه الكوسه كده باي شكل من الاشكال. عندك بقى زيتون ممكن تحطي، زي ما قلت لكم فلفل ممكن تحطي، اي حاجات من دي ممكن تحطي بقى وتخلي ايه الطبق كده يبقى غني بالخضار كمان.
فلفل الوان برضو ممكن تحطي اللي موجود عندك تحطيه في طبقه البطاطس دي، هم معظمهم بيحبوها. والجبنه اللي هنحطها على الوش ان شاء الله هتخليهم ايه يحبوها اكتر، وهياكلوها من غير ما يحسوا ايه فيها. تمام. عندي زي ما قلت لكم جبنه كنت مشتريها، جبنه هنا موتزاريلا، ودي الجبنه اللي انا كنت عاملاها معاكم الجبنه الصفراء، كانت فايضه حته بشرتها، وهضيف عليها الموتزاريلا كمان عشان تديها بقى ايه طعم جميل. هما بيحبوا الموتزاريلا والتشكيلات دي والحاجات دي والاجبان جدا يعني. هنحط بقى كده الجبنه على الوش وندخلها الفرن، فرن سخن كده او شوايه، تاخد بس يا دوبك الجبنه تسيح ونطلعها. يا رب بقى الاكله دي تكون عجبتكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى في تعليق حلو زيكم كده عشان تشجعوني، ولايك واشتراك في القناه، وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان القناه تكبر بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.